في ناس بتتعامل مع الست اللي ان هي بتاعتي. على فكره انت عملت فيلم فيمينست وانت مش واخد بالك. ها كلتشر شوك ابن لذينه، انت بتيجي هنا مش عارف تتعامل، بتيجي هنا مش عارف تتعامل. هاي كريم، ايه الفورمال ده؟ دخلتي ليه كده؟ انا بقى عايز اقول حاجه انا الاول قلت ابقى قبل بس ما بروفيشنال تخشي. النهارده، هحاول ابقى بروفيشنال. ماشي. مبدئيا انا عايز اقول على حاجه. ريم يا جماعه صاحبتي مش صاحبتي عادي، يعني احنا اصحاب بقالنا مثلا ايه 18 سنه حاجه زي كده. انت جريء جدا ان انت قاعد معايا النهارده وانا عارفه كل حاجه عنك. طبعا. عمرك عملت ان انت مهتم بحاجه عشان في بنت معجب بيها هي مهتمه بيها وعملت نفسك فاهم فيها وبتاع عشان تعرف عليها وانت ولا انت اصلا بص فاهم حاجه؟ كل اللي انا هحكيه ده ما حصلش. اوكي. طبعا انا اشتغلت شغلانات عشان شغلانات طبعا كامله. اشتغلت طبعا. ايه؟ يعني اشتغلت فوتوجرافر قبل كده. عملت ان انت فوتوغرافر أيوة عشان طبعا. تروح تصورها؟ ايوه طبعا. ده انت رهيب. وبعدين احتست بقى، الصور طلعت وحشه جدا وكتبت اسمي تحت باي كريم فهمي. بجد؟ وبعتها يا رب لها الصور دي ما وعجبها تطلعش غالبا، مش دلوقتي. عارف ليه. والله نفسي اشوفها هي فين الصور دي. والله. واشتغلت حاجات تانية بقى، اشتغلت مثلا على البحر بتاع فريسكا، قمت واخد البتاع من الراجل عشان اروح اتعرف على كده يعني. فعملت حاجات بس كل ده انا ما عملتوش. طبعا. حلو كده. انا حلو بص، أوي. انا بعد كل كلمه هقول لا. انت كنت في مدرسه نظيفه قوي، في بيت حلو، في حياه شيك لحد ما فجاه جم اهلك قالوا لك بصوا بقى يا حبايبي، احنا هنخلع وانتوا هتقعدوا لوحدكم وهتعتمدوا على نفسكم. وقلتوا عادي، ايه المشكله؟ تصحى تلاقي الغسيل مرمي على السرير محدش غسله، الكهرباء قطعت عشان في فاتوره لازم تدفع، مفيش تكييف. انا فاكره موضوع التكييف. طبعا. ايوه فاكره موضوع التكييف ده كان قصه ولا والثلاجه مش بتملى نفسها وقدامك فواتير. عملت ايه في الفتره دي؟ طلعتك عامل ازاي؟ بنيتك ازاي؟ مبدئيا خطر جدا ان انت اللي بتكوني بتعملي معايا الحوار وانت عارفه كل التفاصيل دي. جدا. انا قلت طبعا. لك انت جريء قوي انت جيت النهارده. طبعا. الفتره دي كانت فتره على قد ما هي ساعتها كانت صعبه جدا، بس هي بنت في شخصيه الواحد حاجات عمره ما كانت هتتبني فيه الا لو كان عدى بالخبرات الحياتيه اللي عدى بيها في الفتره دي. كانت فتره صعبه جدا. فتره ان انت بتشتغل عشان تصرف على نفسك وتاكل وتشرب وتروح الجامعه، وقصه كبيره. بس انا مش بقولها بصعبانيات بقى، انت فاهمه اجواء اللي بيطلعوا يقولوا لا 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 خالص. لا. بالعكس، انا مبسوط بالفتره دي جدا يعني. وكنا عايشين في حته كويسه يعني. كنا قاعدين في المهندسين، انا واحمد قاعدين لوحدنا، وقعدت انا فتره لوحدي وهو قعد فتره لوحده. طبعا بيت كله راجلين، وساعات ابويا كان بيجي يقعد معانا، فدي كارثه كبيره طبعا. طيب وطلعت منها ايه يعني؟ حاسس ان انت مش عارف تصاحب نفس الناس؟ شفت الناس فرافير عليك يعني؟ حسيت ايه ده؟ العلبه وفرافير، انا في حته تانية. حسيت كده ان انت في حته غير اللي طول كنت الوقت فيها؟ انت كنت بتبقى حاسس ان انت مش مستريح مع ناس معينه بشكل ما، لان انت اللي شفته سابقهم، حتى لو هم قدك سابقهم بخطوات كبيره جدا في الخبرات. كانت بتعمل لك مشكله. على فكره المشكله دي كانت بتحصل لي دايما طول الوقت وانا في المدرسه كمان، لان انا كنت لما لعبت اهلي ولعبت زمالك. انا اهلاوي طبعا الناس عارفه، بس لعبت اهلي ولعبت زمالك ولعبت منتخب مصر الناشئين. والفتره بتوع الكوره بتبقى الشباب بتوع الكوره عيال جميله وحلوه ومن تحت يعني الزمالك 100 عقبه، فانت فاهم، عيال جدعه وحلوين. في نفس الوقت انت في مدرسه وفيها اولاد وزراء واولاد وبتاع مش عارف ايه، فانت في كالتشر شوك ابن لذينه. انت بتيجي هنا مش عارف تتعامل، بتيجي هنا مش عارف تتعامل. بالظبط. دي اديت الخبرات برضو. لما بدات بقى تعتمد على نفسك وتشتغل والكلام، انت سابق كل الناس دي. انت سابق كل الناس دي فكرا، لان انت الخبره هي اللي بتديك الفكر ده. في الفتره دي انت كنت لسه صغير، كنت لسه في ثانوي. كنت شايف يعني ايه مامتي تمشي وتسيبني؟ يعني ايه مامتي ممكن تتجوز؟ لو هتبص على الولد ده، لو هتبص على كريم قبل كده وعايز كده تديله دلوقتي كلمتين يفوقوه، هتقول له ايه؟ هقول له مقدر اللي انت كنت فيه، مقدر الضغوطات ساعتها اللي كنت فيها جامده جدا، مقدر اللي انت الحياه بتتشقلب فجاه بالنسبه لك. فجاه انت عندك 15 16 سنه معتمد على نفسك. فجاه انفصال اللي حصل بين الاب والام ده احلى حاجه حصلت في حياتي، انا بقولها لك. ده حقيقي. لان ممكن الاثنين يبقوا كويسين ولكن مش نافعين مع بعض، فده وداك لحته احسن. ولكن هاجي اقول له سواء الجواز بتاع الام دايما لو هتتجوز تاني كان حقها، لان هي اتجوزت وهي قد دلوقتي صغيره مش كبيره. انت دايما شايف اهلك كبار، يعني انا دلوقتي بناتي هيبقوا شايفيني كبير،
بس هو حتى يعني انت مش كبير بالشكل اللي احنا كنا شايفين نفسنا بيه. فهقول له لا اهدى وخليها تعيش حياتها وتنبسط. في ناس بتتعامل مع الست اللي ان هي بتاعتي. لا هي مش بتاعتك ولا بتاعتي، هو يعني احنا الاتنين ربنا خلقنا وبنكمل بعض والدنيا لذيذه ومفيش الكلام ده. ولكن هو في الاول وفي الاخر الراجل هو اللي بيحافظ على الست. فكل واحد بيحافظ على مراته او اهل بيته بطريقته وبتربيته وبالكالتشر بتاعته. هتقولي راجل ده كان عبقري. على فكره انت عملت فيلم فيمينست وانت مش واخد بالك. ها؟ لا انا واخد بالي. واخد بالك؟ انا على فكره انا متأكد؟ مع المرأة جدا. فعلا والله. مصدقينك. الفيلم انا شفت بعديه بكذا سنه فيلم فرنساوي اتعمل زيه بالظبط. فاكر حتى كلمتك وقلت لك اسمه ام نوت ان ايزي مان بالانجلش. ايوه بالظبط. واتعمل فيلم تاني لبناني اسمه ليش لا نسوان. اتعمل لبناني برضه. الفيلم كان حلو وكان موري الستات لو سيطرت ايه اللي هيحصل. صح. وكان لذيذ قوي يعني. انا بحبه قوي الفيلم كان ده. لذيذ قوي. وانت اللي كاتبه كمان مش بس بتمثل فيه. شايف ايه في الحقيقه لو الستات سيطرت عليه الدنيا هتبقى احسن بكتير؟ والله هقول لك على حاجه، هي عمر ما الدنيا هتبقى كل واحد مخلوق لحاجه معينه. يعني احنا مخلوقين لحاجه كرجاله وانتوا مخلوقين كحاجه للستات، وكل واحد فينا ما يعرفش يعمل حاجه التاني بالشكل. حتى لو انا هعرف. ثانيه ايه انا هوقفك كذا مره. يعني ايه الحاجه معينه؟ قصدي كل واحد مخلوق يعني الست ممكن يبقى الراجل مخلوق فيزيكالي جسما اقوى، لكن الست كمشاعر وكمنتلي اقوى بكتير. يعني انا لسه عمال افكر، انتوا لما بتخلفوا واحنا بنخلف هو انا نفس الطفل. احنا بنبقى نايمين جنبكم وانتوا بتصحوا من النوم تقوموا تغيروا وتعملوا ومش عارف ايه والكلام ده كله، وتناموا وتصحوا بعدها بنص ساعه تغيروا وتعملوا. هل ده طبيعي اللي الراجل يقدر يعمله؟ مستحيل. مش عشان حاجه، هو لو حاول يعمل ده مش هيعرف. قصدك فسيولوجيا اصلا ما مش هيعرف بالظبط. هو مش هيعرف حتى لو عمل بقلب قوي مش هيعرف يعمله بالشكل اللي انتوا بتعملوه. فاهم انا بتكلم فيه؟ فهو ربنا خالق حاجه في السيستم بتاعنا والسيستم بتاعكم مختلفه. هنفهمها امتى وهتفهمونا امتى؟ ده مش هيحصل الا يوم القيامه. هبدا نقول لربنا كده يا رب فهمني كانت دماغهم ايه وفهمنا كانت دماغهم ايه، ساعتها هنقدر نتلاقى. ساعتها وترتك ردود الافعال بتاعت ازمه منتصف العمر اللي كان كذا اسبوع ناس بتتكلم، شركات وسائل منع الحمل حط صورتك يعني اتبسطت؟ كنت حاسس بايه؟ اتبسطت. انا حاسه كده. لا كنت حاسس ان انت ايه ده عندك توتر ولا ايه ده نجاح بقى ومبسوط يعني حسيت بايه؟ هو مما لا شك ان هو نجاح. يعني ما اعتقدش ان حد هيختلف ان المسلسل نجح ونجح بشكل كبير قوي يعني. وفي نفس الوقت النجاح ده بيجي ساعات من الجدال اللي حصل على المسلسل، ان في ناس مع وفي ناس مع ضد، وفي ناس اصلا ما اتفرجتش وكانت ضد وبتتكلم وخلاص. انما انا بالنسبه لي ازمه منتصف العمر ده مسلسل فيري كريتيكال. اللوج لاين بتاعه كريتيكال جدا وخطر جدا، فكان لازم في التناول بتاعه وانا شغال عليه ككتابه انا وكريم العدل. هو اصلا تاليف احمد عادل، ولكن حصل كده ظروف فكتبته انا وكريم العدل من الاول للاخر، وكانت قصه احمد عادل. كان باخد بالي من كل تفصيله لان الموضوع نفسه تابو. يعني احنا مش لو ما اخدتوش، انا تقريبا ما عنديش سيجاره في المسلسل، مش هقول لك بقى مشهد خادش. فاهمه انا بتكلم فين؟ فاتاخد بذكاء جدا. انا بحب المسلسل ده جدا وحاسه ان هو تيرنينج بوينت في حياتي بشكل كبير قوي، وجريء جدا ومبسوط جدا بالتجربه دي جدا جدا. بالعكس انا مبسوط بيها جدا واتمنى انها تتكرر تاني بشكل حتى لو حاجه لوج لاين خطر، بس ازاي تقدر تعمله. وبعدين طول العمر عندنا مسلسلات وافلام فيها كده طبعا. بس انا بتكلم على انا مش عايز اقول افلام تانية فيها كتير واكتر من كده كمان. بتكلم على انت عارف تحمي حالتك النفسيه من الكومنتات لما بعد ما بتطلع بعد اي حاجه بتعملها زي مثلا ده، عارف تتعامل معاها؟ ما كنتش شريم والله. يعني عايز اقول لك حاجه، زمان كنت لا بتضايق جدا وازاي ومش عارف ايه. مع الوقت زي ما بيقولوا كده، عارفه اللي هو جلدك تخن. فبقت انت خلاص هتعمل اللي انت مقتنع بيه، وطالما انت ربنا الحمد لله كرمك، وطالما الحمد لله انت بتمشي في الشارع والناس مبسوطه وتقول لك انا بحب حاجتك وحاجتك محترمه، والمنتجين بيكلموك بناء على مشاهده او ايرادات، فاذا انت ماشي في الطريق الصح مش ماشي في الطريق الغلط. السوشيال ميديا ساعات كتيره بتتوهك، لان مش كل الاراء المفروض تاخد بيها، ومش كل الاراء كمان الايجابيه المفروض تاخد بيها. انا مش قصدي السلبيه بس.
ومش كل الحاجات بتبقى حقيقيه. السوشيال ميديا كذبه كبيره جدا جدا، لازم تبقى عارف. بص، زمان كان في ممثلين يمشوا اللي بيضيعوهم اللي حواليهم، اللي بينافقوا. السوشيال ميديا بقى وسعت، في ناس بقى بتضيع، وفي ناس اللي بتضيع دي ممكن تهجم عليك انت كممثل تاني. فانت لازم تبقى عارف الحقيقه من الوحش، لازم تبقى عارف انت عامل ايه. انا ممكن يبقى عندي مشاكل مثلا في ازمه منتصف العمر فنيا، ممكن لازم ابقى انا عارف واقف على انهي سلمه، لازم احلها في الموضوع اللي جاي، ولكن ما اسمعش لاي حد خالص، انما اهتم بالاراء طالما الراي محترم. الابوه بقى، الاب هو اول بطل في حياه البنت طبعا، سوبر هيرو بتاعها. بالظبط. هتعرف يعني ايه امان منك، هتعرف يعني ايه موده ورحمه في الجواز منك برضو، واللي تشوفه في البيت مع انت انا عارفه ان انت داخل في حياتهم قوي، بتحضر في التمارين، بتوصل، بتجيب، بتقعد، بتروح عيد ميلادات، يعني انت معاهم طول الوقت لو انت مش شغال. هم حاسين بده ازاي؟ يعني امتى حسيت اللي هو ايه ده، دول حاسين ان انا موجود فعلا، دول بييجوا يحكوا لي، دول بيفضلوني؟ يعني امتى حسيت الحته دي؟ كل واحده في بناتي ليها شخصيه، وكل واحده بتحبني بشكل، وكل واحده انا بحبها بشكل. يعني الموضوع مش عام، ولكن في الاول وفي الاخر انت قبل ما تخلف ما بتبقاش عارف ايه احساس الابوه ده اصلا، وايه يعني طفل، يعني ده هيبقى بحبه ليه. من اول ما بقت اول طفله اللي هي كاميليا في بطن مامتها، وانا بدات اتعلق بيها بشكل كبير جدا. من اول ما اتولدت انت حياتك اتغيرت 180 درجه. انت زمان كنت عايش لنفسك، اول ما اتولدت انت بقيتش عايش لنفسك خلاص، انت عايش لهذا المخلوق اللي ربنا كرمك بيه، يا رب يخليهم يا رب الثلاثه. وبقيت طول الوقت بتفكر ازاي هتعيشهم كويس، ازاي هتخليهم فخورين بيك، ازاي هتخليهم ما عندهمش عقد نفسيه وهم ابوهم معروف. احلى حاجه في دنيا انها مربياها عليهم، فكره ان مفيش حاجه اسمها انا بنت مين ولا فين ولا ازاي ابدا تحصل. وهم بقوا تلقائيا الموضوع ده بيقفلهم اصلا، يعني عمرهم ما يقولوا انا فلانه مثلا او مش عارف ايه، او بس ممكن تشوف طول الوقت مثلا لما الناس تحبني انا بشوف في عينيهم ان هم فخورين، او لما اصحابهم يجوا ويبقوا مبسوطين ان انا موجود انا بشوف في عينيهم فخورين. ولكن فكره ان انت تطلعهم اسويه دي ده مجهود كبير جدا جدا على فكره، مش سهل. فالحمد لله ان دانيا مركزه في الحته دي، وانا كمان مركز في الحته دي. ايه اللي طورته في نفسك بعد ما خلفت وحسيت اللي هو لا بقى ده الواحد محتاج يتطور، محتاج يبص للدنيا بطريقه تانية، خصوصا في حته ان انت بتربي بنات، وان انت محتاج توري لهم ايه هي رجوله، بس في نفس الوقت اخدت بالك ان الرجوله بقى مش كده، مش زي ما انت اتربيت عليها. ايه اللي طورته في نفسك والنهارده انت بجد خلاص دي صفحه واتقفلت؟ مع السن كمان، مش مع الخلفه بس مع السن كمان انت بتبدا تهدى كده، التستوستيرون بيهدى شويه. والله فكره ايه ان هو لا وازاي وتعمل وانا وبتاع مش دي الرجوله ابدا يعني، ولا دي كنا فاهمينها غلط. فكره تغيير الصوت، وفكره الكلام عامل ازاي وانا الراجل وبتاع، ده الموضوع ده ما بقاش بالنسبه لي. الرجوله اصلك ان انت تحافظ على عيلتك وتحافظ على اسرتك وتحافظ على بنتك، وانها تعلمها انها تحكي لك كل حاجه، وبتكلم معاهم في كل حاجه، وهم صغيرين ببدا اقول لهم ايه ده، بهزر معاهم بس بهزار طول الوقت، ايه اللي انت لابساه ده، لابساني مش عارف ايه، فكميه تقول لي هلبسه، ونقعد نهزر في الحته دي. بعمل لها بس منشن لحاجه كده عشان بعدين ابقى مفهمها ان الموضوع ده مش عايزين نتخطاه بعدين لما تكبر شويه، ولكن دلوقتي بقول لهم بهزار وهم بيهزروا وبيعملوا. ففكره ان انت تصاحب بناتك دي اهم حاجه، اولادك عموما يعني اهم حاجه الصحوبيه، وخصوصا كمان مخلف بنات فدلع يعني. ايه اللي قفشوه وداني لسه مش عارفه عنه؟ قفشوك بتعمل ايه وانتوا مش ما تقولوش لحد دلوقتي؟ ان انا ودي غلط كبيره جدا، غلط كبير قوي، لان هم كمان بقوا يستغلوها. فهموا بقى. فكره الكانديز وان احنا نروح نجيب حاجات كتيره وبتاع ومش عارف ايه، دي حلويات يعني. تقول لهم ما تقولوش لماما هم دنيا تقول تجيب لكل واحده حاجه واحده بس، بنمشي من المكان كل واحده واخده 8 حاجات. فطبعا لو رجعت لدنيا بالموضوع ده مشكله كبيره، فاهم؟ طبعا. ادي عرفت هنمنتج، احنا اتفقنا احنا هنمنتج كل حاجه، احنا جايين بس كده نهزر.
شكرا يا كريم. حبيبتي والله يا ريم. بصي انبسطت قوي والله بجد. انا اصلا مبسوط جدا لان احنا اول مره، احنا عملنا اكيد حوارات كده قبل كده كتير يعني، بس اول مره نطلع في التلفزيون مع بعض. ايوه مع بعض صح. ايوه دي الجديده. ومبسوط بيكي جدا 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 جدا. وانا كمان بجد مبسوطه بيك جدا. وريم سبب من اسباب ان حياتي هي برضو زي ما بسميها كده تيرنينج بوينت. هي تيرنينج بوينت في حياتي انها عرفتني على دنيا، وتيرنينج بوينت في حياتي من اول ما بدات كانت بتشجعني على الكتابه كتير، ودايما مثلا بيبو بشير اول فيلم اكتبه تقريبا هي اول حد قريته يعني. انا مبسوط ان انا معاكي النهارده وانا كمان بجد يا كريم برافو عليك. الفتره الاخيره كان كل حاجه يعني كل حاجه بسطانه. الاكتر حاجه بسطانه هي التغيير في التفكير، وان انت دلوقتي بتتكلم عادي ان انت غيرت في تفكيرك وغيرت في شخصيتك. وكنت حاسه ان زمان ما كنتش بتحب تتكلم في ده عشان ما كنتش لسه جاهز لده. ده اكيد مش جاهز خالص طبعا. فانت دلوقتي زي الفل. جاهز قوي انت كده انت جاهز جدا. شكرا يا ريم. شكرا كريم.